استفاد بقى محمد عبد الشافي ناحيه الشمال ويزود الجانب الهجومي ويلعب باثنين مهاجمين، ويبدا الشوط الثاني مع حكم اللقاء سعيد الكردي. نتمنى لنادي الزمالك ان شاء الله يجيب اجوال كتير عشان يريح فرقته وجهازه الفني وجمهوره في مباراه العوده. زي ما قلنا لكم ان المباراه هناك هتبقى صعبه جدا وتحت درجه حراره عاليه جدا، 48 درجه الحراره هناك. ناحيه الشمال محمود فتح الله، ادي قدامنا على الشاشه احمد حسن مكان احمد عيد، وعبد الله السيسي طبعا مهاجم كويس جدا يقدر يخترق خط ظهر فريق جازيلي وخروج صبر رحيل. ادي في نص الملعب مره ثانيه احمد جعفر نازل نص الملعب، استلام من جعفر، عمر جابر، احمد حسن بيلعبها الناحيه الثانيه، عملها بقصبه رجليه عبد الله السيسي. ادي اول هجمه خطيره في الشوط الثاني. اول دقيقه عبد الله السيسي كان ممكن يهدى عليها لكن هو حب يلعبها مره واحده. ادي احمد حسن عملها وعنده رؤيه حلوه قوي، كان ممكن يحط بطن رجليه لكن هي بتخبط في قصبه رجله وبتطلع ضربه مرمى. عملها حلوه قوي احمد حسن. بقول لكم نادي الزمالك 5 بطولات في بطوله افريقيا، 84 86 و93 96 و2002. محمد عبد الشافي اللي نزل ناحيه الشمال، نور السيد، ابراهيم صلاح، تمريره احمد جعفر ما ربطش معاها تعدي، توصل مره ثانيه اليو، يرجع لحارس مرمى مؤمن مره ثانيه، شتت برجليه الشمال فيها قلشه لسه في الملعب وتطلع رمي التماس لعمر جابر في نص الملعب. عدى عمر جابر حلو قوي بمهاره عاليه هنا وياخد فاول في نص ملعب فريق جازيلي ناحيه اليمين. اتلعبت بسرعه، ابراهيم صلاح مره ثانيه، محمد ابراهيم ما قالش من على وش رجليه، تروح في نص الملعب مره ثانيه لهيرمان، عدى ويعملها رقم 15 مانجا. يرجع صلاح سليمان لحارس المرمى عبد الواحد السيد. الزمالك خد بطوله واحده بس كاس افريقيا سنه 2000، السوبر الافريقي 3 مرات 94 و97 و2003، والافرو اسيويه 3 مرتين 88 97. احمد حسن نازل نص الملعب، يلعبها بوش رجليه اتقطعت، توصل في نص الملعب مره ثانيه ناحيه الشمال، ميفوار عملها اماميه لكن قاري صلاح سليمان لفتح الله في نص الملعب. رجع عبد الشافي يستلم ناحيه الشمال، نور السيد، استلم من نور. محتاجين نلعب الكرة اسرع شويه، كل ما الكرة بتتلعب اسرع وكل ما بتبقى في فرص كتير كل ما رتم المباراه بيزيد وكل ما سرعه المباراه بتزيد. نازل احمد حسن بقى له فتره كان غايب عن الفريق. فتح الله مش مظبوطه، يسيبها ديزيه وتطلع ضربه مرمى. كان نادي الزمالك خد البطوله العربيه في ابطال الدوري مره واحده في 2003، السوبر المصري السعودي مره واحده كان 2003، يعني الفتره اللي هي من 2000 ل 2004 نادي الزمالك قدر ان هو ياخد بطولات كتيره جدا. مؤمن حارس المرمى، ضربه مرمى، يلعبها اماميه، تعدي نص الملعب، طالع صلاح سليمان يلمس بدماغه عبد الله السيسي، تشتيت من خط الظهر مره ثانيه، محمد ابراهيم على حدود خط ال 18، عبد الله السيسي يلمس خط الظهر مره ثانيه وتشتيت تخبط في احمد حسن، فالله في محمد ابراهيم، يشتت وسط الملعب مره ثانيه، رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. تغييرين مره واحده عملهم فييرا بيزود الجانب الهجومي. محمد ابراهيم استلام تحت ضغط، يلعبها حلوه بوش رجليه. نور السيد، عبد الشافي مره ثانيه، ابراهيم صلاح من لمسه واحده، ابراهيم صلاح عامل مباراه كويسه جدا. ابراهيم صلاح هو نور السيد. محمد ابراهيم ناحيه الشمال ممكن يعدي بمهارته، يقف على كورته، عملها حلوه عرضيه جوه ال 18، لو بص شويه محمد ابراهيم كان ممكن يلعبها في المرمى لان حارس المرمى كان خارج من مرماه. ناحيه الشمال هالي دور في نص الملعب مره ثانيه، هيرمان بيفتح الملعب ناحيه الشمال، كان هالي دور رقم 25 أمانة اللي حادف نفسه ناحيه اليمين، ياخد رمي التماس، تروح مرة تانية. هالي دور كان عايز يعدي لكن يقطع صلاح سليمان جوه ال 18. محمود فتح الله نازل في نص الملعب، نور السيد، استلام من نور السيد مرة تانية ناحية اليمين، أحمد حسن
يفتح الملعب ناحيه اليمين مره ثانيه. محمد ابراهيم يقف على كورته. محمد ابراهيم قرب من حدود خط ال 18، عايز يعمل 1 2. يا سلام يا عبد الله سيسي، يا سلام عبد الله سيسي مره ثانيه. محمد ابراهيم، محمد ابراهيم اتاخرت كتير قوي يا محمد ابراهيم، كان لازم تحط وش رجلك فيها، لكن عملها حلوه بمهاره عاليه عبد الله سيسي في الكره اللي فاتت. ابراهيم صلاح ناحيه اليمين. نور السيد بيفتح الملعب ناحيه اليمين. احمد حسن عملها عرضيه جوه ال 18، شد خط الظهر مره ثانيه في نص الملعب. مانجا رقم 15 أمانة في نص الملعب. احمد حسن استلام من احمد حسن في نص الملعب مره ثانيه. محمد ابراهيم يلمس بطن رجليه. فتح الله عامل الزياده على الهجوميه هنا وقرب من ناحيه الشمال. جعفر استلام من جعفر. عبد الشافي مره ثانيه. ابراهيم صلاح. احمد حسن يقف على كورته مره ثانيه. نور السيد لصلاح، لازم يزودنا هنا بقى احمد حسن ويكمل الجانب الهجومي. محمد ابراهيم يضغط محمد ابراهيم، عايز يعمل 1 2 مره ثانيه. مكمل عمر جابر، ممكن يعمل عرضيه يا راجل، بالعرض كانت تبقى افضل. ادي محمد ابراهيم في الكره اللي فاتت اتعملت حلوه قوي. عمر جابر ناحيه اليمين لو بص ورفع عينيه كان ممكن يعمل عرضيه لبره، كان مكمل فيها احمد جعفر. نور السيد بيغير الملعب ناحيه الشمال. احمد جعفر استلم، عدى، ممكن يعمل عرضيه برجليه الشمال، زود فيها مره ثانيه وبياخد ركنيه. احمد جعفر ضغط نادي الزمالك، داخلين في 6 دقايق. ادي الكره اللي فاتت كمل فيها احمد عيد، والله ده احمد عيد ولا احمد حسن. في الكره اللي فاتت كان احمد حسن هو اللي كمل ناحيه اليمين، وكان ممكن يبص احمد حسن ويعملها عرضيه، لكن هو حطها في الزاويه الضيقه احمد حسن. ادي بقى الفنيات العاليه لعبد الله سيسي، عملها هنا كان طبعا بيطالب بركله جزاء، لكن هنا اتاخر فيها، كان لازم يصوب بقى هنا. محمد ابراهيم اتاخر فيها شويه. واقع احد لاعبي فريق جازيلي نادي الزمالك في 86 في بطوله افريقيا، كان لعب مع افريكا سبورت في النهائي. في المباراه الاولانيه كان فاز نادي الزمالك 2-0، كان احرز الهدفين نجمه ايمن يونس هدفين. وفي مباراه العوده فاز افريكا سبورت 2-0 هناك، واحتكموا كده الركلات الترجيح، وفاز نادي الزمالك 4-2. ضيع ركلتين افريكا سبورت في النهائي، وقدر طارق عبد العليم، بدر حامد وخالد جلال وهشام يكن، كان جيل عظيم جدا برضه، واشرف قاسم ومحمد حلمي ومجدي طلبه واسماعيل يوسف وايمن يونس في التوقيت ده، وحماده عبد اللطيف وطارق يحيى واحمد رمزي وجمال عبد الحميد، انهم يفوزوا في اللقاء. كان جمال عبد الحميد ده ادي الركنيه. احمد جعفر اتعملت على مرتين، تاخر فيها محمد ابراهيم مره ثانيه. رمي التماس لمصلحه فريق جازيلي، كان جمال عبد الحميد احرز ضرب جزاء هو ومحمد حلمي وحماده عبد اللطيف واشرف قاسم، وكان ضيع ضرب جزاء في التوقيت ده في بطوله 86 مجدي طلبه. ادي محمد عبد الشافي في نص الملعب، نص ملعب نادي الزمالك، نازل نور السيد يستلم. عنده جرأة كويسة جدا في نص الملعب ان هو ينزل يستلم في نص الملعب، لكن تمريره كانت وحشة قوي. مرة تانية تروح ناحية الشمال. رافائيل عدى، محدش مقابله، ممكن يفتح الملعب ناحية اليمين. هالي دور، رافائيل عدى ناحية اليمين ويعمل عرضية. عبد الواحد ما قدرهاش، عبد الواحد هنا كانت ممكن تسقط في مرماه، لكن خد خطوة لورا ويمسك كورته كده بثبات. عبد الواحد السيد، ادي فييرا. فتح الله يفتح الملعب ناحية الشمال. محمد ابراهيم مرة تانية. عبد الشافي لنور السيد. عايزين جون كمان يا رجالة. ابراهيم صلاح نزل احمد حسن ناحية الشمال مرة تانية في نص ملعب جازيلي. نور السيد، عبد الشافي ممكن يعدي هنا 1 ضد 1، ما حدش يتحرك له. عبد الشافي عملها على القائم الاولاني، وممكن يبقى قلشه هنا ويجيبها في مرماه، لكن يطلع مرة تانية. ادي جوزيف المدير الفني. رمي التماس لمصلحة نادي الزمالك. عبد الشافي ومحمد ابراهيم 2 على 1، ممكن عبد الشافي يكمل. محمد ابراهيم مرة تانية. في 86 كان باركر الانجليزي هو المدير الفني لنادي الزمالك.
احمد حسن عمل 1 2، عدى ناحيه اليمين، يقف على كورته مره تانية لابراهيم صلاح. نور السيد، فتح الله بيزود فرقته هنا في نص الملعب دايما. محمود فتح الله لازم يزيد طبعا ان الفريق فنيا ضعيف جدا. ادي نور السيد، حد واقع، ادي الروح الرياضيه. سلامات، تشوف مين اللي واقع من فريق جازيلي. وادي طبعا الجماهير الموجوده برضو جايين يمتعوا نفسهم ومبسوطين جدا هنا بلاعيبتهم، جايين طبعا يشوفوهم. بقول لكم كان باركر الانجليزي في 86 كان هو المدير الفني، كان معاه طبعا الكابتن الثعلب حماده امام واحمد مصطفى ومحمود سعد وجلال محمود وحمدي يوسف وفكري صالح. فكري صالح ده دول كان الجهاز الفني الموجود في 86. كان معاهم طبعا ادي بقى اعضاء نادي الزمالك والاعلاميين الموجودين بيستمتعوا باللقاء. كان موجود عادل المأمور وايمن طاهر النهارده الموجود اللي على دكه البدلاء مدرب حراس المرمى، كان هو وطارق عبد العليم الثلاثه كانوا موجودين مع جيل 86. مره ثانيه محمد عبد الشافي، محمد ابراهيم عايز يعمل 1 2 معاه وكمل وعدى واخترق جوه ال 18، لو وقع كان ممكن فيها ضربه جزاء. عرضيه حلوه من محمد عبد الشافي، حلوه. لو وقع في الكره اللي فاتت محمد عبد الشافي كان خد ضربه جزاء، لكن هنا احمد حسن بيقول له فتح عينك او انت فكر وبص فوق عشان تشوف مين اللي جاي، لكن الراجل عملها كويس جدا. ادي هنا محمد عبد الشافي عدى الراجل هنا كان ممكن ياخد ضربه جزاء، لكن عملها حلوه جدا برضو محمد عبد الشافي وحط رجليه، لكن عبد الله السيسي ما يلمسش. تروح مرة تانية في نص الملعب، مرة تانية عمر جابر، نور السيد، محمد ابراهيم ممكن يلف هنا لكن يرجع تاني في نص الملعب. فتح الله، نور السيد بيفتح الملعب، عمر جابر اتحرك له احمد حسن ناحية اليمين، عمر جابر، احمد حسن مرة تانية عرضية على القائم الاولاني، حلوة هارد لك عبد الله السيسي، عملها حلوه جدا وارتقاء هايل وحطها في الارض، لو في الجول تبقى جول. حلوه من احمد حسن وحطها في الارض، لكن عايزه بس في المرمى. عملت عرضيه من احمد حسن، ممكن كان يلف دماغه في الزاويه البعيده، هو حطها حلوه في الارض، لكن لو لف دماغه فوق ووجه دماغه كويس جدا كانت تروح على يمين الحارس. وادي تغيير تاني، رقم 10 هيلاري كان نزل مكراده رقم 21. التغيير الاول، التغيير الثاني لفريق جازيلي بطل تشاد. ادي في نص الملعب مره ثانيه يضغط نور، بيغيب محمود جنش النهارده وسعيد قطه، طبعا مش موجودين في القائمه الافريقيه، عشان كده موجود في دكه البدلاء محمود حمدي الحارس الاحتياطي احد الناشئين الموجودين في نادي الزمالك. وادي رافائيل عايز يعمل 1 2، يضغط ابراهيم صلاح يقطع كورته. هنا بقى الهجمه المرتده والمفروض تبقى اسرع شويه، لازم نلعب اسرع نادي الزمالك. هنا بيقول لهم لازم ترحلوا بقى المدير الفني بتاعهم، المدير الفني جوزيف. بدأوا هنا يوصلوا شويه في التلت الدفاع النادي الزمالك، وده اللي احنا عايزينه، عايزين مساحات في خط ظهرهم. اول مره يعملوا كده 3 تمريرات كويسين، لكن احمد حسن يقطع ناحيه اليمين، بيغير الملعب من اليمين للشمال، لكن قاطع ديزيه في نص الملعب مره ثانيه. مانجا ما بيكملوش الكره لمستين او 3، مستواهم الفني ضعيف جدا. نور السيد، ابراهيم صلاح، احمد حسن، لازم يزيد عمر جابر ناحيه اليمين، داخل في قلب الملعب. عمر جابر هنا لازم يتطرف ناحيه اليمين عشان يبدا يخلق جبهه ويتحرك فيها. ادي عمر جابر لسه بنتكلم، احمد جعفر اتاخر فيها احمد جعفر، لكن تمشي معاه الكره مره ثانيه. ابراهيم صلاح كان اتحرك له عبد الشافي في الكره اللي فاتت، مره ثانيه في نص الملعب. جعفر نازل نص الملعب، داخل عمر جابر هنا في القلب. محتاجين الاطراف تفتح الملعب، لازم يكون تصويبه حلوه جدا، لكن لازم يبقى في عمق يتعمل عرضي وعمق بالطول عشان يبقى نخلق مساحه في نص الملعب بعرض الملعب وبطول الملعب. انتشار العرضي دلوقتي مع نادي الزمالك مش معمول، ليه؟ لان عمر جابر بيدخل في قلب الملعب هو وعبد الشافي، لازم يفتحوا الملعب
في الاطراف. محمود فتح الله زاد ناحيه الشمال. نور السيد، عبد الله السيسي يلمس. عبد الله السيسي مره ثانيه جوه ال 18. عبد الله السيسي، عبد الله السيسي، حلوه 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 من عبد الله السيسي، مهاجم خطير جدا جدا عبد الله السيسي، وياخد ركنيه نادي الزمالك بعد 15 دقيقه من زمن الشوط الثاني، او الدقيقه 61 داخلين في الدقيقه 61 من عمر المباراه. برافو عبد الله السيسي في الكره اللي فاتت. ادي احمد حسن نجم مصر ونادي الزمالك والنادي الاهلي، واحتراف وجوله احترافيه كبيره جدا، وعرضيه جوه ال 18. الركنيه الحلوه اللي عملها احمد حسن، لكن مره ثانيه على فتح الله. عبد الله السيسي يلمس لسه في 18، يشتت خط الظهر مره ثانيه، يقطع محمد عبد الشافي، ياخد رمي التماس. ادي عبد الشافي، رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. فتح الله نزل ابراهيم صلاح هنا في نص الملعب، لازم يزيد في نص الملعب الناحيه الثانيه، لكن مأخر نفسه. عبد الله السيسي يقف على كرة عبد الله السيسي، عدى عمل وانتو حلو قوي. محمد ابراهيم زود فيها، عملها بكعبه، تمشي معاه الكرة مره ثانيه، ارتباك من خط الظهر، بيشتت على طول مره ثانيه. وادي حارس المرمى دايما بيكلم زمايله، بيغلطوا كتير جدا. ادي مانجا في الكرة اللي فاتت، تشتيته قلشه. ادي فيرا بيحيي لعيبته. محمد ابراهيم ركنيه لعبها برجل اليمين، اتعملت وحشه قوي، كانت ممكن تدخل في المرمى. ادي مؤمن يطلع بقبضه ايده مره ثانيه. احمد حسن يسيبها. الكره اللي فاتت رغم ان لعبها محمد ابراهيم وحشه جدا، لكن كانت ممكن تروح في المرمى. احمد حسن ركنيه جوه ال 18، يلمس عبد الله السيسي. يا ولد يا ولد يا ولد، حلوه قوي قوي، لكن هارد لك عبد الله السيسي، عملها حلوه حلوه حلوه. ادي العرضيه اللي فاتت عملها في القائم الاولاني، كانت ممكن تخدع الحارس، جابها كده من جنب القائم، كانت ممكن تدخل في المرمى. قام مره ثانيه وشالها بقبضه ايده، عنده انذار، ولو عطل اللعب مره ثانيه هيعمل مشكله لفرقته. ضربه مرمى تعدي نص الملعب. نور السيد ياخد فاول في الكره اللي فاتت، اتلعبت بسرعه. بينزل احمد جعفر في نص الملعب كتير، محتاجينه جوه ال 18. محمد عبد الشافي، محمد عبد الشافي يضغط نور السيد مره ثانيه، يفتح الملعب ناحيه الشمال. ادي رقم 21 مكرادا اللي لسه نازل الشوط الثاني. مكرادا يتضغط عليه، اتقطعت. عمر جابر، حلوه من عمر جابر جوه ال 18، الحاجات دي بتبقى فيها خطوره. محمد عبد الشافي، فتح الله في نص الملعب، بدا يزيد، بيفتح الملعب ناحيه الشمال. احمد جعفر بقول لكم بينزل نص الملعب كتير جدا، لازم يخلي الكلام ده هنا بقى لمحمد ابراهيم ومحمد عبد الشافي، لازم يزود الناحيه الهجوميه. احمد جعفر بياخد فاول في نص الملعب، لازم يسيب كورته بقى ويزيد في نص الملعب الناحيه الثانيه. جايب جولين كويسين قوي احمد جعفر، وعامل مباراه كويسه قوي، محتاجين جول رابع وخامس. ادي البينيه، عبد الله السيسي يقف على كورته، كان فيها زقه كده لكن ما فيهاش حاجه، تدخل عادي جدا، كان عايز يقف على كورته، فقد الاتزان هنا، وتطلع ضربه مرمى لمصلحه فريق الزلي بطل التشاد. تصنيفهم طبعا دوليا فريق تشاد او الكره التشاديه دوليا 140، افريقيا 41 في التصنيف الافريقي 41. وادي حارس المرمى كل شويه بقى يقع، الراجل برضو يقول لك انا مغلوب 3 بدل ما تغلب 4 ولا 5، يريح لعيبته شويه. وضغط من نادي الزمالك في الفتره اللي فاتت. في بطوله 96 نادي الزمالك كان لعب في الفاينل مع شوتينج ستارز في نيجيريا زي ما قلنا، وكان فريق شوتينج ستارز فاز 2-1. ادي شيكابالا قدامنا. وفي مباراة العودة نادي الزمالك فاز 2-1 ولعبوا في استاد القاهرة ضربات جزاء. ادي فييرا بيكلم لعيبته، هل هيفكر بقى في تغيير تاني ولا ايه؟
هل في حاجه حازم امام بقى يدفع بيه؟ جاب جول المباراه اللي فاتت وعمل تغييره حلوه قوي فييرا في مباراه الداخليه في 93 في بطوله افريقيا. ادي شبابنا الصغيرين بقى عشاق نادي الزمالك، وادي الجماهير الكبيره السعيده النهارده بجمهورها، حاله حلوه جدا في الملعب وجماهير عظيمه جماهير نادي الزمالك. ادي حازم امام التغيير الثالث، هنشوف بقى على حساب مين وهيفكر في مين فييرا. بقول لكم في 93 في بطوله افريقيا كان نادي الزمالك فاز بالبطوله وكان معاه المدير الفني رحمه الله عليه الكابتن محمود الجوهري، الاسطوره محمود الجوهري. اماميه بتعدي نص الملعب مره ثانيه، صلاح سليمان يلبس من دماغه في نص الملعب، نور السيد بيلعب ناحيه اليمين، عدت محمد ابراهيم، عدى عايز يعمل عرضيه لكن بيقطع خط الظهر مره ثانيه، ياخد ركنيه. ادي بقى الشماريخ والجمهور مش باين قدامنا، حاله جميله جدا عاملها جماهير نادي الزمالك. في نص ملعب فريق جازيلي بياخد، هل كان مدي تسلل في الكره اللي فات ولا ايه؟ هنشوف بقى نادي الزمالك هيفكر في حازم امام اهو على حساب مين؟ احمد جعفر. يخرج احمد جعفر وينزل حازم امام الصغير في الدقيقه 67. عمل مباراه كويسه جدا وجايب جولين احمد جعفر. بقول لكم الكابتن محمود الجوهري في 93 كان معاه ساعتها محمود سعد وعبد الرحيم محمد واحمد سليمان وسمير السيد وممدوح مصباح وذو الفقار الجمل، الجهاز الفني اللي كان مع الكابتن الجوهري. ولعبوا في النهائي مع كوتوكو الغاني وتعادلوا في غانا 0-0 وفازوا في مصر برضه بضربات الجزاء. كانت مباراة صعبة جدا وقدر نادي الزمالك يفوز 7-6 بركلات الترجيح. محمود فتح الله تمريره بعرض الملعب اتقطعت من ابراهيم صلاح، بينيه كده اي حاجه بيخلصوا منها. الشوط الاولاني 3 اهداف، لسه لغايه دلوقتي نادي الزمالك محتاج يجيب جونين كمان او 3. صلاح سليمان، حازم امام يبدا هنا يشتغل هو وعمر جابر ويعملوا جبهه كده فيها سرعه كويسه جدا ويخترقوا الجبهه الشمال لفريق جازيلي. عنده سرعات كويسه هو وعمر جابر. حازم امام مره ثانيه، نور السيد ناحيه الشمال وقف له عبد الشافي، استلم من محمد ابراهيم لعبد الشافي مره ثانيه، بدات الكره تقطع في نص الملعب، ده اللي احنا مش عايزينه. ادي رافائيل يضغط نادي الزمالك مره ثانيه، صلاح سليمان، فتح الله، ادي وقع مره ثانيه. هنا بقى بداوا يقعوا كتير جدا وعايزين يضيعوا وقت. نور السيد في نص الملعب، احمد حسن ناحيه اليمين، عمر جابر، عدى عمر ناحيه اليمين، ظهر له بقى هنا حازم امام، هيشتغل هنا ومهارته الفرديه ياخد رمي التماس نادي الزمالك مره ثانيه. ادي حازم امام، وادي بقى الاخلاق الرياضيه والروح الرياضيه من عبد الواحد السيد. بقول لكم كانت في المباراه النهائيه في 93 فاز نادي الزمالك بركلات الترجيح، كان جاب عفة نصار وحسين عبد اللطيف وايمانويل امونيكي ومصطفى ابراهيم لو نتذكره بلعيبه كويسه جدا، وسامي الششيني وايمن منصور واشرف يوسف احرزوا ركلات الترجيح. وكان ضيع خالد الغندور واسماعيل يوسف ضيعوا ركلتين جزاء. مره ثانيه محمد عبد الشافي، محمد ابراهيم على حدود خط ال 18، عبد الله سيسي، ابراهيم صلاح بينيه لكن كان لازم يستلمها ما يسيبهاش حازم امام، لان لما سابها طلعت كانت جامده جدا وتطلع ضربه مرمى. كان في 93 حسين السيد حارس المرمى، وكان معاه نادر السيد نزل في الشوط الثاني في الدقائق الاخيره وهو اللي صد ركلات الترجيح. نادر السيد كان حسين السيد هو اللي بدا اللقاء ودفع بيه الكابتن محمود الجوهري بنادر السيد في نهايه اللقاء. ادي صلاح سليمان، ادي زي ما انتم شايفين الشماريخ في الملعب، الدخان بقى اللي موجود في الملعب، ما يلحقش عمر جابر ياخد فريق جازيلي رامي التماس. كان حسين عبد اللطيف وهشام يكن وسامي الششيني، وكان معاهم تامر عبد الحميد الظهير الايمن طبعا كان بيلعب ناحيه اليمين،
مش تامر عبد الحميد اللي هو لاعب المنصوره، لا تامر عبد الحميد اللي هو الظهير الايمن، كان نجم برضه من نجوم نادي الزمالك. رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. اوليفيرا قدامنا، نفسه طبعا نادي الزمالك يريحه دلوقتي يجيب جول رابع وخامس. نور السيد، عبد الله السيسي، استلام في نص الملعب. ابراهيم صلاح بيفتح الملعب ناحيه اليمين. لازم هنا بقى حازم امام يشتغل هو وعمر جابر واحمد حسن. اخر فيها شويه لكن ياخد فاول حازم امام في نص الملعب. مره ثانيه احمد حسن، كل شويه لعيب يقع ودي حاجه صعبه جدا. يعني سعيد الكردي بقى لازم هنا يفطن للكلام ده. وادي حلوه اتعملت حلوه المره اللي فاتت، لكن رمي التماس بيطلعوا الكوره وكل شويه لعيب بيقع. الراجل هنا زهق. اوليفيرا كان في 93 عمرو عبد السلام وحسين السيد ونادر السيد هم الثلاث حراس اللي كانوا موجودين في بطوله 93. وكان احمد رمزي وعقل جد الله واشرف قاسم واشرف يوسف وهشام يكن وحسين عبد اللطيف ونبيل محمود وسامي الششيري وتامر عبد الحميد اللي قلنا عليه ووليد معاذ ويحيى نبيل. كان في جيل 93 وكان معاهم عفت نصار وايمانويل اومانيكي واسماعيل يوسف وخالد الغندور ومصطفى ابراهيم ورضا عبد العال. كان مهاجمي نادي الزمالك في التوقيت ده كان ايمن منصور وجمال عبد الحميد ومصطفى نجم. كان ايمن منصور جاب 5 اجوان في بطوله 93 وخالد الغندور ومصطفى نجم وحسين عبد اللطيف جاب جول هو نبيل محمود وايمانويل وعفت نصار ووليد معاذ كان جاب جول. ادي تغيير ثالث، رافائيل رقم 9 بيخرج وبينزل رقم 30 امين رقم 30. هم 6 لعيبه بس اللي موجودين بحارس المرمى على دكه البدلاء. ادي سعيد الكردي، ادي الجماهير الموجوده لا يقل عن 3-4 آلاف متفرج اللي سمحوا بيهم الامن في اللقاء. هجمه مره ثانيه ناحيه الشمال، وادي هنا هجمه حلوه قوي وما فيهاش اي تسلل. عمر جابر كان لازم يغطي، عملها كويس وقدر عمر جابر يغطي. عبد الواحد السيد، عبد الشافي لسه جوه ال 18 مدي تسلل في الكره اللي فاتت. سعيد الكردي رايه وصفاره من محمدين سالم التونسي. نور السيد ممكن يقف على كورته ويغير الملعب ناحيه اليمين، الجانب اليمين هناك مفتوحه، لكن ابراهيم صلاح مره ثانيه. ابراهيم صلاح، نور السيد قرب جنب ال 18 فتح الملعب ناحيه الشمال بوش رجليه الخارجي. احمد حسن تشتيت مره ثانيه لنور السيد. عبد الله السي على حدود خط ال 18 يلمس بدماغه. محمد ابراهيم استلام، محمد ابراهيم ولسه جوه ال 18. هارد لك احمد حسن مره ثانيه. يقطع نص ملعب فريق جازيلي ناحيه الشمال. في نص الملعب بودام ياخد فاول. ادي الاعاده في الكره اللي فاتت. يا سلام، عبد الله السي يلمس بدماغه تروح لمحمد ابراهيم هنا، لكن تروح مره ثانيه لاحمد حسن. حط وش رجليه، لكن هارد لك احمد حسن في الكره اللي فاتت بينقذها مؤمن حارس المرمى. راجع من التسلل هالي الدور. ادي فييرا بيكلم لعيبته بيقول لهم لازم تروحوا في النص الثاني ونضغط. ادي الصقر احمد حسن ببطن رجليه في نص الملعب، تعمل على مرتين. عبد الله السي قطعت منه، كان عايز يلف لوحده ويعمل فنت لوحده. مره ثانيه تشتيت تروح ناحيه الشمال. هالي الدور بقول لكم افضل لعيبه الموجوده في فرقه جازيلي، لعيب سريع ولعيب كويس جدا ولعيب قوي. اتعمل 1 2 حلو قوي. ادي هالي دور لسه بقول لكم، لكن برافو صلاح سليمان يقطع. هنا لازم نلعب اسرع، مش عايزين ناخر اللعب. حازم امام بيفتح الملعب ناحيه نص الملعب. نور السيد بيغير الملعب بشماله حلو قوي 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 لمحمد ابراهيم. الاستلام هنا يفرق معاه قوي. محمد ابراهيم لكن برافو مؤمن حارس المرمى، كان لازم يبص اللي جاي من تحت. اتلعبت بسرعه ناحيه اليمين مره ثانيه. فريق جازيلي في نص الملعب. نور السيد، ابراهيم صلاح، احمد حسن بيفتح الملعب ناحيه اليمين. يلا يا حازم
واحد ضد واحد، يشتغل هنا بقى الشغل اللي بيعمله على طول. عدى وعدى بسرعته، عمل عرضيه حلوه حلوه، مدي ايه، مدي جول، هدف رابع، هدف رابع لمين؟ لعبد الله السيل مساعد العربي المنصوري. اتعملت عرضيه حلوه من حازم امام عشان يجيب عبد الله سيسي هدف رابع في الدقيقه 76. ادي حازم امام، عبد الله سيسي هدف في الدقيقه 76. اتعملت حلوه هنا، الراجل بقى هنا بقى الاستوديو التحليلي هو اللي يقول لنا الكلام ده. اتعملت حلوه، الراجل حاطط رجليه من جوه، لكن المساعد هو اللي شايف وحسب هدف رابع. 4 اهداف. عبد الله سيسي بيجيب جول في الدقيقه 76. احمد جعفر هدفين في الدقيقه 15 وفي الدقيقه 48، ومحمد ابراهيم كان في الدقيقه 28. 4 اهداف. مشاهدينا الكرام، مشاهدي النهار رياضه، تقدم نادي الزمالك ب4 اهداف. يلا يا رجاله لسه بدري، 14 دقيقه على نهايه المباراه، محتاجين جولين كمان. زي ما زميلنا هيثم فاروق قال ان ممكن الشوط الثاني او المباراه تخلص ب6 اهداف، ده اللي نتمناه. نتيجه تريح نادي الزمالك في تشاد. ابراهيم صلاح في نص الملعب، احمد حسن بيغير الملعب، عبد الله السيل مش مظبوطه، اتقطعت، توصل في نص الملعب مره ثاني بعيد عن الكره، لازم يضغط عبد الله السيل في الكره اللي فاتت. محمد عبد الشافي تروح مره ثانيه لفريق جازيلي. هالي دور بقول لكم متحرك، بيروح ناحيه اليمين وناحيه الشمال. عبد الشافي يغطي ويقطع، تشتيت من مره واحده من فتح الله. احمد حسن بينيه لمحمد ابراهيم، طالع مؤمن عامل التغطيه، طلع هنا وتوقع في الكره اللي فاتت. ادي عبد الله السيل والهدف الثاني. هنا الكره الاستوديو التحليلي بقى ونجومنا الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن هيثم فاروق والكابتن كريم حسن شحاته يقولوا لنا ويتكلموا بقى ويحللوا لنا الهدف دوت. عندهم حاجات كتيره قوي في خلال الشوط الاولاني والشوط الثاني او مجمل المباراه يقدروا يتكلموا فيها، والاهداف الجميله النهارده اللي جابها نادي الزمالك. ضربه مرمى يلعبها مؤمن اماميه تعدي نص الملعب. حازم امام لازم يشتغل هنا بقى في المنطقه الاماميه، تحضير في نص الملعب. محمود فتح الله، محمد عبد الشافي ناحيه اليمين، ابراهيم صلاح، نور السيد قطع التمريره مش مظبوطه، تروح في نص الملعب مره ثانيه هيلاري. محمد ابراهيم عايز يعملها من بين رجليه، زود فيها شويه محمد ابراهيم، تاخر فيها نور السيد، يقطع الكره مره ثانيه. لازم نلعب اسرع. محمد عبد الشافي، محمد ابراهيم عملها تشيب كده جوه ال 18، عرضيه يشتت خط الظهر مره ثانيه. نور السيد عامل مباراه كويسه جدا، هو وابراهيم صلاح مباراه كويسه جدا في نص الملعب. فرقه نادي الزمالك النهارده، وادي بيغير الملعب من الشمال لليمين، هيلحق حازم، لحق حازم امام ويقف على كورته مره ثانيه. اشتغل هنا حازم بقى فردي، عدى وممكن يعدي لكن عايز يعملها من بين رجليه، اتقطعت. مزعج حازم امام وسريع وعنده برضه حلول، بيقدر يشتغل فردي ناحيه اليمين ويخترق في الجبهه الشمال. ركنيه لمصلحه نادي الزمالك، اتعملت على مرتين، حازم امام وعمر جابر. حازم بيعمل على القائم الاولاني، هدف يا راجل يا راجل، مش ممكن يا احمد يا حسن، دي سهله قوي، دي سهله جدا جدا جدا. ادي العرضيه ما فيهاش اي تسلل، لو سابها كان ممكن عبد الله السيسي يجيب جول. ادي العرضيه الحلوه من حازم امام، كان مكمل عبد الله السيسي في ظهره هو وصلاح سليمان. هداف نادي الزمالك على مر التاريخ في تاريخ بطولات افريقيا عبد الحليم علي برصيد 37 هدف، ويليه جمال عبد الحميد برصيد 18 هدف. من النجوم الكبار عبد الحليم علي جايب 37 جول، وجمال عبد الحميد برصيد 18 هدف. ادي ابراهيم صلاح واخد فاول كده في الكرة اللي فاتت. نادي الزمالك 4 لا شيء فريق جازيلي.
نور السيد تاني تمريره يلعبها وحشه قوي في نص الملعب، يضغط مره تانيه توصل لفريق جازيلي ناحيه اليمين. هالي دور اماميه، اي حاجه مش مظبوطه. عبد الواحد السيد في نص الملعب، ابراهيم صلاح من رجل لرجل بيفتح الملعب ناحيه اليمين. محمد ابراهيم نزل نص الملعب، ابراهيم صلاح مره تانيه. محمد ابراهيم زود فيها، اتقطعت توصل في نص الملعب. لازم نلعب على الجول في الفتره اللي فاضله، فاضل 10 دقايق. يضغط عمر جابر ويقطع كورته، لسه في الملعب في نص الملعب. يكمل عمر جابر فيها. نور السيد يضغط ما توصلش معاه الكوره، لكن بيفتح الملعب ناحيه الشمال. مفوار 1 ضد 1. صلاح سليمان يقطع مره تانيه. بقول لكم فنيا فرقه قليله جدا، لكن احنا محتاجين ان احنا نجيب اجوال تاني. احمد حسن بينيه استعجل فيها قوي، تمشي مع الكوره مره تانيه. حازم امام، حازم امام، حازم امام، يا راجل مش ممكن، مش ممكن يا حازم. كان لازم تلعب مع زمايلك في الكوره اللي فاتت، طمع فيها حازم امام، كان ممكن يبقى هدف خامس. صلاح سليمان يرجع لحارس مرماه مره تانيه. مش ممكن في الكوره اللي فاتت حازم امام صعب الكوره على نفسه، كان مكمل معاه عبد الله سيسي. اختراق ناحيه الشمال، محمد عبد الشافي يلمس عبد الشافي، ممكن يعمل عرضيه، عملها القائم الاولاني، ودي قلشه من خط الظهر وتطلع ركنيه لمصلحه نادي الزمالك. لو بانت تاني مره في الاعاده، ادي محمد ابراهيم، ادي حازم امام، عدى الراجل يعني ومكمل معاه زمايله عبد الله سيسي في الكره اللي فاتت. مش ممكن يا راجل، مش ممكن، مكمل معاه، ودي عرضيه وهدف. هدف احمد حسن، هدف خامس، هدف خامس في الدقيقه 82. احمد حسن هدف خامس. هو ده الكلام، العميد الصقر احمد حسن، العميد الصغير. عندنا العميد الكبير كان بيلعب في نادي الاهلي والزمالك، نفس الكلام العميد الصغير الصقر احمد حسن بيجيب هدف خامس، يتقدم نادي الزمالك ب5 اهداف. هي دي الكرة وحلاوة الكرة في الاهداف. وادي خط الظهر بيتفرج، خط الظهر فنيا ضعيف جدا، وعرضية حلوة حلوة حلوة. يا سلام يا احمد يا حسن يا ابني، هداف كبير ولعيب كرة كبير جدا احمد حسن. 5 نادي الزمالك لا شيء فريق جازيلي. لسه فاضل وقت، نقدر نجيب جول وجولين كمان، ويقدر يحقق نادي الزمالك نتيجة كبيرة في مباراة النهارده. ابراهيم صلاح في نص الملعب، نور السيد، حازم امام دخل في قلب الملعب، احنا محتاجينه ناحيه اليمين، بيدخل في الزحمه. ادي حازم امام جه ناحيه الشمال. احمد حسن مره تانيه، عبد الشافي بيتحرك كده. حازم امام برضو جه من ناحيه اليمين لناحيه الشمال. احمد حسن مره تانيه ممكن يعمل مجنيه وما فيهاش حاجه. يلا عبد الشافي، عبد الشافي، عبد الشافي، مش ممكن رغم ان عملها كويس جدا بالعرض، لكن لازم يطمع فيها عبد الشافي ويحطها ببطن رجليه في الجول. بصوا الاعاده يا جماعه، هنا كمل واخترق، ممكن كان يلعب بقى في الجول هنا، لان الراجل اتضحك عليه الجول، وكان ممكن يلعبها في الزاويه الضيقه. شفنا مره جول محمد ابو تريكه في السودان وحطها كده ببطن رجليه بالشمال في الجول، نتذكر كانت في بطولة افريقيا، ابو تريكة وحط بطن رجليه في المرمى. ادي محمد ابراهيم عرضية جوه ال 18 بره تاني مرة. محمد ابراهيم هدف. يا سلام يا سلام يا ابني، هدف جميل جدا، هدف جميل محمد ابراهيم. ايه يا ابني الحلاوة دي، هدف رائع. وادي ايمن طاهر مدرب حراس المرمى طالع بيحيي محمد ابراهيم، ويتألق نادي الزمالك. 6 نادي الزمالك، ويتحقق طبعا الكلام اللي قاله لنا هيثم فاروق نجم من نجوم نادي الزمالك في فتره من الفترات. وادي محمد ابراهيم، يا سلام، هدف رائع. ايه الحلاوه دي يا ابني، ايه الجمال ده، هدف رائع في المقص اليمين في الحارس مؤمن، حارس مرمى جازيلي. معلش بقى ضيعت جوال، ضيعت وقت كتير قوي يا مؤمن، لكن هارد لك. ودي هجمه خطيره، مش عايزين بقى طبعا اي هدف يجي في مرمانا. ادي مره تانيه رقم 21 مكرده وقف على كورته، يقطع عمر جابر،
عاملين مباراة كويسة قوي نادي الزمالك، واخدين اخر بطولة كانت في 2002. نادي الزمالك كان مع كارلوس كابرال في البداية، تولى المسؤولية، وبعد كده اوتو فيستر. ولو نتذكر في النهائي كانت مباراة الرجاء المغربي، كان تامر عبد الحميد قدر يحرز هدف، ادي واقع في الكرة اللي فاتت. محمود فتح الله في الكرة اللي فاتت، سلامات. كان عبد الواحد السيد ومحمد عبد المنصف في 2002، وكان وائل زنجة، 3 حراس كانوا موجودين في 2002 في بطولة افريقيا. كان احمد كمال واحمد صالح وامير عزمي مجاهد وبشير التبعي والحسن محمد وحسام عبد المنعم وابراهيم حسن ومحمود محمود ومحمد صديق ومدحت عبد الهادي ورضا سيكا وطارق السيد ووائل الاباني. كان من الاجيال اللي عملوا طفره كبيره في نص ملعب نادي الزمالك وفي خط ظهرهم وخط مهاجمين نادي الزمالك، ومدير فني كان كابرال. ودي لقطه جميله جدا جايبها لنا المخرج حاجه جميله جدا. كان معاهم في نص الملعب حازم امام وخالد الغندور ومحمد عبد الواحد ومحمد ابو العلا ومحمد كمونه ومحمد صبري وتامر عبد الحميد لاعب الارتكاز لاعب المنصوره. وكان معاهم عبد الحليم علي، بقول لكم هداف نادي الزمالك، كان 38 هدف في بطولات افريقيا. وعبد اللطيف الدوماني واحمد فيليكس كان موجود، وادي الشيكابالا وفرحته في الهدف بتاع زميله محمد ابراهيم. وكان بقول لكم احمد فيليكس وجمال حمزه وحسام حسن عميد مصر ووليد صلاح عبد اللطيف. يعني كانت مجموعه كده كبيره جدا قدروا انهم يفوزوا ببطوله افريقيا في 2002. وكان حسام حسن جايب 6 اهداف، نجم مصر والنادي الاهلي ونادي الزمالك. العميد حسام حسن كان جاب 6 جوال في بطوله افريقيا في 2002. حازم امام، يلا رجاله لسه فاضل 4-5 دقايق غير الوقت الضايع. حازم امام، يا سلام يا ابني، اخترق ناحيه اليمين، عمر جابر عرضيه، يشتت مره ثانيه خط الظهر ورمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. العربي المنصوري مساعد الثاني مدي رمي التماس لمصلحه نادي الزمالك. ادي حازم امام مره ثانيه بيفتح الملعب ناحيه الشمال جوه ال 18، مش مظبوطه من احمد حسن. ادي عبد الله سيسي صاحب الهدف الرابع. ادي جماهير نادي الزمالك الوفيه للاعبتها ولجماهيرها ولناديها، تشجيع مثالي من جماهير نادي الزمالك. نتمنى يا رب الفتره الجايه في الدوري المصري ان شاء الله يرجع بقى الجمهور ونشوف جمهورنا في الملاعب. زي ما انتم شايفين النهارده المباراه دي لو بتقام بدون جمهور ما كانش هيبقى ليها اي طعم. ادي محمود فتح الله في نص ملعبه ناحيه اليمين. اخر بطوله لنادي الزمالك في 2012 اللي شارك فيها كانت اخر بطوله، وكان النادي الاهلي حصل على البطوله في النهائي مع الترجي. دي كانت اخر بطوله لنادي الزمالك. ادي في نص الملعب مره ثانيه ابراهيم صلاح، عبد الله سيسي سابها لنفسه وعدى عبد الله السيسي، عبد الله السيسي وهدف، هدف سابع، هدف سابع عبد الله سيسي، هدف سابع، هدف سابع، مش ممكن، رائع 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 عبد الله سيسي. ها حلوه 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 حلوه، تصويبه قويه تروح على يمين مؤمن. معلش يا مؤمن النهارده شبكه المباراه النهارده والشبك مؤمن النهارده 7 اهداف ولسه ممكن يبقى فيه هدف ثامن، ممكن يبقى فيه هدف ثامن. عبد الله سيسي قال لنا هيثم فاروق بين الشوطين في الاستراحه ان ممكن المباراه توصل ل6 وزياده، لا دي وصلت ل7 ولسه ممكن يكون فيه هدف ثامن. 7 نادي الزمالك. هنشوف حكم المباراه هيدينا قد ايه وقت محتسب بدل ضائع. بنلعب في الدقيقه الاخيره من زمن المباراه. مباراة جميلة جدا وممتعة جدا ومخلي المباراة انها ممتعة. جمهور نادي الزمالك اللي بيشاهد اللقاء حاجة جميلة وحاجة تفرح واداء روعة لنادي الزمالك. 7 نادي الزمالك مدي 3 دقايق، وادي فييرا بيقول لنا يعني ان 3 دقايق نفس ال3 دقايق اللي في الشوط الاولاني. رمي التماس لمصلحة نادي الزمالك. نادي الزمالك خد بطولة كاس افريقيا في 2000
كان معاهم برضو المدير الفني ايدو فيستر، وكان حلمي طولان مدرب حرس الحدود، ومعاه اشرف قاسم واحمد رمزي هم المساعدين اللي كانوا موجودين مع اوتو فيستر. ولعبوا النهائي مع كانون ياوندي. كان في مصر نادي الزمالك فاز 4-1، وفي كانون ياوندي فاز على نادي الزمالك 2-0، لكن قدر نادي الزمالك انه يفوز 4-1 في المباراة النهائية. كان حسام عبد المنعم جاب جول، وطارق السعيد بنالتي، وعبد الحميد بسيوني نجم حرس الحدود ونادي الزمالك، وعبد اللطيف الدوماني كان جاب هدف في المباراة. فاز نادي الزمالك 4-1. لكن في المباراة اللي كانت في كانون ياوندي الكاميروني 2-0 لنادي الزمالك. بنلعب في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع. صلاح سليمان ياخد فاول في نص ملعبه ناحية اليمين. ادي صلاح سليمان 7 نادي الزمالك لا شيء فريق جازيلي. عبد الله سيسي هدفين، واحمد جعفر هدفين. ادي مرة تانية، هل يبقى في هدف ثامن؟ يطلع مرة تانية خط ظهر فريق جازيلي. ادي عمر جابر اتلعبت بسرعة. احمد حسن اتلعبت على مرتين. احمد حسن مرة تانية. نلعب في الدقيقة الثانية. بوش رجلين خارجي حلوة، لكن تروح سهلة في ايد الحارس مؤمن حارس مرمى جازيلي. صلاح سليمان. نلعب في الدقيقة الثانية في نص الملعب مرة تانية. في بطولة 2000 كاس افريقيا كان عبد الحليم علي احرز 4 اهداف، هو وعبد الحميد بسيوني الاثنين كل واحد فيهم جاب 4 تجوان. وادي عبد الله سيسي بيفتح الملعب ناحية اليمين. حازم امام هيشتغل فردي لوحده. عدى من 1 و2، لسه ممكن يعمل عرضية. حازم عملها جامدة قوي، كان ممكن تبقى خفيفة لعبد الله سيسي، لكن برافو حازم امام قدر ان هو برضه يفتح جبهة ناحية الشمال بتاعة فريق جازيلي اللي هي ناحية اليمين لنادي الزمالك. لكن عاملين مباراة كويسة جدا نادي الزمالك. مستوى الفريق متواضع جدا، فريق ضعيف فنيا. وادي حكم اللقاء سعيد الكردي، مباراة هادية جدا بالنسبة له، باستثناء هدف عبد الله سيسي اللي هيتكلم فيه طبعا الاستوديو التحليلي ويقول لنا اذا كانت الكرة هدف ولا لا. ابراهيم صلاح بيسند كده وتتقطع في وسط الملعب، تروح مرة تانية. صلاح سليمان ممكن تكون بقى هدف ان شاء الله في الدقيقة الثالثة والأخيرة. حازم امام لازم يبقى في زيادة عادية. مكمل احمد حسن. حازم 1 ضد 1 ممكن يعدي، عملها عرضية اتقطعت توصل لحدود خط ال 18. محمد ابراهيم دلع فيها شوية الكرة دي، لكن عامل مباراة كبيرة جدا محمد ابراهيم نجم نادي الزمالك. جايب هدفين، عبد الله سيسي هدفين، احمد جعفر هدفين. يسيبها صلاح سليمان، ضربة مرمى. خلاص بيجهز نفسه بقى الحكم التونسي سعيد الكردي. ادي احمد حسن خبرة كبيرة مفيش شك يا جماعة بعد الكرة دي. وفي هذه اللحظات يطلق التونسي الدولي سعيد الكردي صافرة نهاية المباراة بفوز نادي الزمالك ب7 أهداف مقابل لا شيء. مبروك نادي الزمالك وجماهيره واعضاء مجلس ادارته، مبروك للجمهور اللي موجود في الملعب. شكرا لحضراتكم شكرا لحضراتكم مشاهدينا الكرام. 7 أهداف نادي الزمالك، احرز الاهداف احمد جعفر هدفين، محمد ابراهيم هدفين، عبد الله سيسي هدفين، والعميد احمد حسن هدف. مشاهدينا الكرام في كل مكان، سعدت بصحباتكم. مؤمن عبد الغفار معلق المباراه، ونلتقي على خير باذن الله ومباراه اخرى، ونلتقي الى الاستوديو التحليلي ونجومنا الكبار الكابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن هيثم فاروق والكابتن كريم حسن شحاته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.